قدرنا معاها في حلقه جديده، والنهارده هنراجع واحد من اكتر الافلام المنتظره السنه دي، ما كانش اكتر فيلم اصلا الناس مستنياه، وهو فيلم اوبنهايمر من اخراج كريستوفر نولان ومن بطوله كيليان مورفي. فيلم ليه اهميه كبيره قوي على كذا وضع. اولا على الوضع السينمائي، ان ده فيلم كريستوفر نولان، وده واحد من افلام كريستوفر نولان. الافلام اللي فاتت كلها كانت كلها افلام مهمه وافلام جميله الى حد كبير، وكان دايما افلام بتثير الجدل، الناس تطلع تتكلم عنها فتره طويله. تاني حاجه هي القصه اللي احنا بنحكيها، قصه اوبنهايمر، المخترع اللي اخترع القنبله الذريه اللي اتضربت في هيروشيما وناكازاكي وغيرت التاريخ وغيرت شكل القوه في العالم. فهي حكايه مهمه كحكايه، وكأبطال موجودين في العمل وكأخراج وكل الكلام ده كله هي برضه مهمه. فهل الفيلم ده كان على قد التوقعات ولا لا؟ ده اللي هنناقشه مع بعض في الحلقه. بس هو ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، يلا بينا. مبدئيا كده، هو فيلم اوبنهايمر مش بيحكي قصه القنبله الذريه، او مش بيحكي قصه القنبله اللي اتضربت في هيروشيما وناكازاكي، هو بيحكي قصه مخترع القنبله. وهنا الموضوع مختلف. يعني احنا هنا مش قاعدين مركزين على طرق صنع القنبله، عن المخاطر اللي حصلت وقت تصنيع القنبله، عن شكل مش عارف ايه. لا، احنا بنتكلم عن العالم اوبنهايمر، ازاي حب الفيزياء، ازاي درسها، وازاي سافر في اوروبا، ولما رجع في امريكا عمل ايه، ازاي اتجند في مشروع منهاتن، ازاي بدا يجيب بقيه العلماء معاه يشتغلوا في المشروع ده، والى اختراع القنبله الذريه، وفيما بعد القنبله الذريه بعد ما اتضربت تاثير ده على حياه اوبنهايمر بشكل خاص، وعلى حياه العلماء، وعلى حياه امريكا، وعلى العالم كله بشكل عام. كل ده بيتحكي في الفيلم. فالمهم في التوقع ان اللي يبقى داخل يتفرج، انت مش داخل تتفرج على فيلم بيحكي عن القنبله، انت داخل تتفرج على فيلم بيحكي عن مخترع القنبله او ابو القنبله الذريه، زي ما تم ذكره في الفيلم او لحد دلوقتي بيتقال كده عليه يعني. فهو الفيلم بايوجرافي، يعني خلينا متفقين، بس يعني كان متصور اكتر انه مركز مع القنبله، لا احنا مركزين مع العالم اوبنهايمر. وكعاده نولان مفيش فيلم بيتحكي في ستوري لاين واحد، احنا لازم نقعد نعمل كده. فعندنا في الفيلم 3 ستوري لاينز. واحد بيحكي القصه الماشيه بترتيبها الزمني الطبيعي اللي احنا وضحناها، بتاعت اوبنهايمر وهو بيبدا حياته وازاي المشروع ده دخل والكلام ده كله. وستوري لاين تاني برضو مع اوبنهايمر بيتحكي في وقت بيحصل فيه محاكمه لاوبنهايمر بعد موضوع القنبله بسنوات، ونظره العالم ليه ساعتها، وده ستوري لاين التاني والزمن التاني اللي احنا فيه. والستوري لاين التالت احنا عايشين مع لويس ستروس اللي هو بيقوم بدوره روبرت داوني جونيور. ومختلف شويه الستوري لاين ده لانه بيتحكي بطريقه الابيض واسود دايما طول الفيلم، ما كانش بيتحكي في الوان. النص الاول في الفيلم اعتمدنا كتير قوي على البناء، كان في تعقيد واضح وقوي جدا، وفي حاجات كتير انا بالنسبه لي مش مفهومه في اللي كانت بتتقال. بس الميزه كانت في ده في النص التاني من الفيلم اكتر، لان انا بالنسبه لي النص التاني عجبني اكتر من النص التاني. اي حاجه استخدمناها في الجزء بتاع البناء في النص الاول من الفيلم استدعيناها في النص التاني من الفيلم بشكل حلو جدا، وفضلنا في احداث تصاعديه في النص التاني من الفيلم، وصولا للتلت الاخير اللي في وجهه نظري كان من اجمل ما يمكن الصراحه. بس برضه النص الاولاني كان مهم في الفيلم على حاجات تانية. اولا خطوات تجميع مجموعه العلماء اللي جمعوها دي كانت بالنسبه لي ممتعه. العلاقه اللي كانت ما بين الضابط مات ديمون اللي كان بيقوم بدور مات ديمون يعني، وما بين اوبنهايمر، ازاي كانت في الاول كره، وازاي بعد كده اتحولت لصداقه، وازاي اضطروا في الرحله بتاعتهم عشان يجمعوا العلماء اللي كانوا عايزينهم في الوضع. ازاي وضع الحرب ساعتها كان خطير، ووضع العالم كله كان خطير في الحرب البارده. العالم كله على العالم كله كان ممكن يتدمر في اي لحظه. ازاي ده اتنقل لينا في النص الاولاني من الفيلم ده الصراحه كان ولن احترافيا واخراجيا كل الكلام ده موجود. وبذكر موضوع اخراجيا، انا في حاجات كتير قوي في الفيلم علقت معايا في الاخراج. اولا لحظات نقل الاضطراب النفسي اللي موجود عند اوبنهايمر دي كانت الصراحه منقوله في اجمل ما يمكن، في اجمل صوره ممكنه الصراحه في وجهه نظري، بصريا وسمعيا وكل الكلام ده كله. انا كنت مبسوط باللي شايفه. اللحظه بتاعت انفجار القنبله التجريبيه للقنبله الذريه، مش اللحظه، المشهد ده كله من اولها. يعني انا واحد قاعد في السينما عارف نتيجه اللي هيحصل، وكنت سخنان، وكنت لا هو ايه اللي هيحصل، طب هي هيحصل هتنفجر، طب مش عارف ايه ده. المشهد ده كله مبني بطريقه حلوه جدا. العامل بتاع الساوند تراك في المبنى في المشهد ده كله محطوط بشكل حلو جدا جدا، خادم المشهد بشكل عام. والساوند تراك طول الفيلم الصراحه في وجهه نظري هو حلو جدا، قادر يتحكم في مشاعرك في كل وقت والتاني بالطريقه اللي المخرج وبالطريقه اللي الساوند تراك عايزه تحصل بيها. وده زي ما قلنا عليه موجود في المشهد بتاع الانفجار، ان هو قادر ازاي
بيسخنك قوي على حاجه ممكن تكون انت عارف نتيجتها. الطريقه اللي اتصور بيها المشهد ده، انعكاس اللي بيحصل ده على وشوش العلماء اللي بيتفرجوا عليه، استعداداتهم اصلا لحمايه نفسهم، كل التفاصيل دي الصراحه كانت في منتهى الجمال. المشهد ده كله من اجمل مشاهد الفيلم. وبعديه برضو يعني ما هواش المشهد الوحيد اللي هتطلع منه الفيلم مبسوط. يعني مثلا بالنسبه لي في مشهد بعديه كان مشهد خطبه لاوبنهايمر، كان اخراجيا وسمعيا وتمثيليا كان من اعظم منهم. لازم ما ننساش ان الفيلم ده ما فيهوش اي نوع من انواع السي جي اي، يعني الانفجارات اللي هنشوفه انفجار حقيقي، كل الحاجات دي حصلت بشكل حقيقي. فبصريا كمان لا الموضوع مختلف، شكل النار مختلف، شكل الموضوع باين عليه ان هو طبيعي اكتر. والفيلم برضه بيعرض وجهات النظر المختلفه حوالين اوبنهايمر، بس بيميل بشكل واضح حوالين وجهه نظر تبرئه اوبنهايمر. اول نظر ليه ان هو مش مجرم حرب، هو مجرد عالم كان عايز يقوي بلده والكلام ده كله. وهل الكلام ده مقنع بالنسبه لي لما اتفرجت على الفيلم؟ الحاجات اللي اتقدمت في الفيلم بالنسبه لي اقنعتني ان اوبنهايمر اللي بيتحكم في الفيلم ده على الاقل الى حد ما هو مش بالشكل اللي هو مبسوط، اللي هو مخترع القنبله الذريه، خصوصا ان احنا بنشوف تاثير ده على حياته في حاجات بعد كده، وتاثير ده على حاجات كتير في حياته. فالصراحه انا شايف ان الفيلم ما تبناش وجهتين النظر بنفس الاهتمام، وجهه نظر ان اوبنهايمر قاتل او وجهه نظر ان اوبنهايمر بريء، وتبنى وجهه نظر ثانيه اكتر من الاولانيه بس تبناها بشكل حلو. وانا عن نفسي قدر يقنعني بيها، ودي كانت بالنسبه لي حاجه صعبه، لان قبل الفيلم هتيجي تقول لي هنحاول تخش الفيلم ونقنعك ان مخترع القنبله الذريه بريء بشكل ما، انا مش مقتنع، بس ده جوه الفيلم حصل. وبالنسبه للستار باور فهو الفيلم مش هنعرف نحسن كميه النجوم وكميه الممثلين اللي ظهروا فيه. يعني في وقت من الاوقات انا شكيت ان رامي مالك اللي هو لسه واخد الاوسكار من مفيش، يعني كنت شاكك انه كومبارس صامت، لحد ما اكتشفت ان الحمد لله في اخر الفيلم ليه مشهد وليه لحظته. بس الفيلم مليان، بس في الابطال الاساسيين بتاعنا ايميلي بلانت دورها ممتاز، مات ديمون انا عجبني جدا جدا الدور بتاعه، والكيمستري كانت ما بينه وما بين كيليان ميرفي. وكيليان ميرفي برضه مشاهده مع ايميلي بلانت كانت حلوه جدا. كيليان ميرفي كالعاده ممتاز، كل حاجه بتظهر من عينيه، كل حاجه بتظهر من تعبيرات وشه، قادر تفهم كل التساؤلات وكل الحالات النفسيه اللي موجوده فيها، من تصوير، من طريقه الاخراج للمشاهد، الاضطراب النفسي وطريقه تصويرها اللي عملها نولان، طريقه الساوند تراك الموجوده اللي بتخدم اللحظه اللي احنا فيها، وفي نفس الوقت اداء ميرفي وهو حتى ساكت وهو بس بعينيه. الثلاث حاجات دول لما اتحطوا مع بعض في مشهد انت قادر توصل لك كل حاجه بتحصل لاوبنهايمر او للشخصيه بتاعتنا من غير كلام كتير، ودي الصراحه عبقريه. بس الصراحه لو هنتكلم عن عبقريه في الاداء فهو ده احسن دور انا شفته في حياتي لروبرت داوني جونيور. انا اتفاجئت من الدور اللي هو قدمه. انا ما شفتلوش اعمال كتير، اغلب الحاجات اللي شفتها له كانت في مارفل، وكان كام عمل من الاعمال الكوميديه اللي عملها بعد كده، ما شفتلوش عمل بالقوه دي. بس انا اتفاجئت من كميه الاداء اللي عنده، كميه التجسيد اللي عنده، بيخطف. يعني روبرت داوني جونيور لما الكاميرا بتيجي عليه بيخطف. الصراحه هو بالنسبه لي هو افضل اداء في الفيلم كله هو روبرت داوني جونيور، ودي كانت بالنسبه لي حاجه غريبه او ما كنتش متوقعها قبل ما اخش الفيلم الصراحه. هل الفيلم ما فيهوش عيوب؟ اكيد فيه عيوب. فيلم 3 ساعات ممكن تمر بلحظات ملل لو انت ما بتحبش افلام البيوجرافي، لان انا قدام عيني شفت ناس مشيت من قاعه السينما في نص الفيلم وما رجعتش، وشفت ناس بعد الفيلم قالت ان الفيلم كان بالنسبه لهم ممل وما كانش على قد التوقعات، وناس كانت متوقعه ان الفيلم كله بيتكلم عن انفجار القنبله والكلام ده كله، كان بالنسبه لهم الموضوع ده محبط. بس انا عن نفسي الصراحه عجبني الفيلم، عجبتني القصه، عجبني احداث الفيلم، عجبني ان احنا كملنا وشفنا اثر القنبله الذريه دي على حياه اوبنهايمر وعلى حياه اللي حواليه بعد الحدث. فالصراحه انا الفيلم عجبني جدا جدا، ولو اي حد بيحب افلام نولان وافلام البيوجرافي بنصحه بالفيلم ده جدا. وتقييمي ليه هو 9.5 من 10. وعايز اسمع رايكم في الكومنتات، كان عجبكم ولا لا؟ شفتوه ممل ولا لا؟ كان يستاهل 3 ساعات ولا الموضوع كان مبالغ فيه؟ عايزين نتناقش مع بعض في الكومنتات. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب. سلام.